السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ حورية. ما نبداش حتى نصلي ونسلم على رسول الله، وان شاء الله تكونوا لاباس بخير، ولادكم لاباس دخلوا يقراوا بعد العطلة، وكونوا جابوا معدلات ملاح، واللي ما جابش ان شاء الله المرة الجاية ويجيب. اليوم جبت لكم طريقة تاع جلبانة بالكفتة تاع الدجاج. كما تشوفوا هنا رحيت اللحم تاع الدجاج، درت فيه المعدنوس والفحات البصل الثوم ورحيتهم في الاشوار، ودرتهم على شكل تمره كما كبيره. نحطوهم في الزيت يتقلاو، تكون النار شويه متوسطه. كي نكملوا الكعبات نحوهم ويبقى لنا الزيت هذاك اللي قلينا فيه الكفته تاع الدجاج، نحطو فيه الجلبانه تتقلى مليح. نحركوها ونخلوها تتقلى. هنا الجلبانه تاعي هذه المنقيه ماشي المكونجليه، نقيتها ونظفتها مليح، وهنا ضفت لها 2 كعبات تاع سناريه، قصيتهم طرفه صغار، قطع صغيره. شوفوا لي كولر يهبلوا ما شاء الله. نحركوهم ونخلوهم يتقلاو مليح، على بالكم السناريه تحب تتقلى باش طيب لنا مليح. نبقاو نقليو ونحركو. وانا يعجبني شتا على جات الخضره الجلبانه والخردل والقرنون يكونوا كلها متوفرين. من جهه اخرى نقيت القرنون الطريقه هذه، نقي وناكل. الولاد ما كانش باش يعاونوني ياكلوا القشور، هذا ما عارفين ياكلوهم. هنا شويه قصيته كما نفس الشكل تاع السناريه، ونخلوه يتقلى مليح. هنا ما نضيفوا حتى شيء، لا بصله لا والو، يتقلاو غير في الزيت. ونضيفوا القرنون اللي غسلته، نقيته وغسلته وقصيته بالشكل هذا. هنا السناريه قلت لكم قصيتها صغيره هي والقرنون. القرنون درتو شويه اكثر منها خاطر ماكش قادر يذوب لنا في البرد. هنا كما تشوفوا الجلبانه راهي تقلات، نضيفوا البصله والثوم والفحات والملح، ونخلو البصله تتقلى مليح. هنا الفحات درت الذواقه وفلفل كحل فريت مع الملح. وراح نديرها مرقه حمراء، ضفت لها شويه طماطم وشويه هريسه. هنا البنات الملح حسب الذوق. قليوهم مليح. لازم التقليه تكون مليحه، شتا لحم ولا خضره باش تجي ماكلتكم بنينه. هنا راني ضفت الطماطم حوالي 2 مغارف طماطم مرحيه وشويه هريسه. زدت خليتهم تقلاو مليح مع الطماطم، ومن بعد نمرقوا بالماء سخون، لانه الخضره تاعنا راهي ذابت وتخلها طياب، ما ديري لهاش الماء البارد. نمرقوها مليح بالماء سخون ونخلوها حتى تتغالى. هي هنا نص طياب. نحركو مليح، وكي تتغالى نضيفوا الكفته تاعنا اللي قليناها قبيل. هاهي وين نضيفوها بالكعبه.
طفت الكفتة اللي بقالي مع القرنون، درته بالطريقة هذه، حشيته فرغت القرنونة مليح ودرت فيها العظام الابيض، ابيض تاع العظام، وعمرتها وحشيتها بالكفتة تاع الدجاج. هنا قلت لكم الكفتة درت فيها المعدنوس، بصلة، ثوم، ملح، فحاد وفلفل الكحل، ونخلوهم يطيبوا جيست شويه برك، القرنون ما يحبش وقت طويل. وهنا البنات هاي وجدت المرقه تاعنا تهبل، خاثره ومفوحه وحمراء، شوفوا كيفاه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوا بالصحه والهنا، ونشهيكم في الجنه البنات. نخليكم مع الفيديو، تهلاو، ديروا جيم وابوني. شوفوا البنات هاي طابت المرقه تاعنا ولا الكفته بالجبانه. نحطه مع بعضنا في طبق تقديم. جات خاثره وتهبل ما شاء الله. شوفوا كيفاش كعبات تاع الكفته جاو محمرين يسخفوا. على هذيك انا حمرتهم في الزيت المره الاولى باش يجيو بناء. نحطوا الكعبات تاع الكفته من فوق الجلبانه والسناريه، والقرنون تاعنا ها وما تحلش خلاص، ما تنحاش اللحم من القرنون، خاطر ماكش انا درت لها الابيض تاع العظام. وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ونخليكم على خير وعافيه ان شاء الله في فيديو جديد.